هو ازاي الاطباء بيعرفوا الوقت اللي مات فيه شخص معين من غير ما يكون في حد شاف الجريمه؟ ولكن علشان يعرفوا الحقيقه ففي كذا عامل مهم بيوضح لهم الموضوع، واول عامل وهي درجه حراره الجسم، لان بعد ما الشخص بيموت جسمه بيبدا يبرد بالتدريج لحد ما يوصل لدرجه حراره المكان اللي حواليه، ومن هنا المحققين يقدروا يعرفوا من درجه حراره الجسم المده اللي عدت من وقت الوفاه. تاني عامل وهو تصلب العضلات، لان بعد ما الشخص بيموت العضلات بتتصلب، بتفضل صلبه لمده يوم او يومين تقريبا، وده بيديهم فكره عن الفتره اللي عدت من وقت الوفاه. تالت عامل وهو تغيير اللون الجسم، لان الدم بيبدا يترسب في الاماكن اللي تحت بفعل الجاذبيه، وده بيوري للمحققين وضع الجثه بعد الموت. ورابع عامل وهو ظهور الحشرات، ده لان بعض انواع الذباب والحشرات بتظهر على الجثه بعد ساعات او ايام معينه، ووجودها بيساعدهم على انهم يكتشفوا الوقت اللي حصلت فيه الجريمه. بس في توضيح مهم انت لازم تاخد بالك منه، لان العوامل اللي انا قلت عليها دلوقتي بتدي تقدير تقريبي للوقت اللي حصل فيه الجريمه، يعني مش بالساعه ولا بالدقيقه، والدقه هنا بتختلف على حسب حاله الجثه وظروف المكان حواليها. يعني تقدر تقول ان الجثه بتدي معلومات عن الوقت اللي ماتت فيه بس بطريقه علميه شويه.